السلام عليكم. كلنا بنشرب قهوه من الموكا باود، لكن انا النهارده هقول لك ايه الخلاصه، ازاي تعرف تعمل قهوه مظبوطه زي بالظبط الطلاينه ما بيشربوها. قبل ما نبدا ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك عشان يجيلك كل حاجه جديده وغريبه عن القهوه. انا اماني ادم ودي قناه قارئة الفنجان. يلا بينا. في البداية كده خلينا نعرف الأول إن الموكا بود هي اختراع إيطالي اخترعها ألفونسو بياليتي سنة 1933. والموكا بود دي حاجة أساسية جدا في البيت الإيطالي، عاملة زي براد الشاي كده عند المصريين. أول حاجة الموكا بود لما نيجي نفتحها هنلاقي إن هي عبارة عن 3 أجزاء زي ما احنا شايفين كده. أول حاجة دي الغرفة اللي بيتحط فيها المية، هنا بيتحط القهوة والمفروض إنها بتتقفل كده وبتتحط على النار. اول حاجه طحنه القهوه ما بتبقاش ناعمه قوي زي القهوه التركي ولا بتبقى ناعمه زي الاسبريسو اللي بيتعمل في الاسبريسو ماشين. لما نيجي نحط الميه لازم نحطها تحت الفالف بالشكل ده، والميه لازم تكون درجه حرارتها بارده ما تكونش سخنه. يبقى احنا هنا كده حاطين الميه زي ما احنا شايفين لحد العلامه اللي موجوده تحت صمام الامان ده. طبعا لان انت لو زودت الميه وغطيت صمام الامان، يعني لو الميه عندك هنا زادت وغطت صمام الامان، الموكا بود ممكن تنفجر. المفروض ان انا بحط القهوه لحد ما هي تبقى كلها ايكوال او ايفن، ما تبقاش في حتت فيها قهوه وحتت لا. طيب لو انا حطيتها وطلع شكلها هرمي، المفروض ان انا هعملها كده بالسكينه بحيث ان هي تبقى كلها متساويه، لكن ما بضغطهاش باي معلقه او باي حاجه، ما بطبطبش عليها، ما بضغطهاش ابدا. المفروض ان انا بحطها على كده وبقفلها كده. نيجي بقى لمرحله النار. المفروض ان النار لا تبقى عاليه ولا تبقى واطيه، تبقى متوسطه يعني اهو، ونستنى عليها لحد اما تبتدي القهوه تخرج من الفتحتين دول. تقريبا هتاخد من 5 ل 10 دقايق. اول ما القهوه بتبتدي تطلع، اول ما بيتملى نص الموكا بود بنشيله، لان لو سبناه على النار اكتر من كده المفروض ان هو هيدي طعم مر او هيتحرق. طبعا نبدا نصبه. طعمه حلو جدا. محدش يدور على كريمه في القهوه اللي بتتعمل بالموكا بود، لان الموكا بود مش هتطلع لك كريمه. المفروض ان الكريمه بتحتاج ضغط عالي، والموكا بود ضغطها من 1 ل 2 بار. لكن طبعا الضغط اللي بيطلع من الاسبريسو ماشين بيبقى اقل حاجه 8 بار، ممكن يوصل ل 15 20 بار او اكتر من كده. اللي بيميز الموكا بود ان هي عمليه، سعرها رخيص، سريعه، تقدر لو حد مسافر ياخدها معاه. لو القهوه طلعت مره نعمل ايه؟ لو القهوه اللي عملتها من الموكا بود طلعت مره، فانت قدامك 3 حاجات هتعملهم. اول حاجه طحنه القهوه تبقى اخشن شويه. تاني حاجه تسخن الميه شويه او تدفيها قبل ما تحطها، يعني ما تحطش ميه ساقعه. تالت حاجه تشيل القهوه من على النار بدري شويه. كل ده كده هيقلل المراره. طبعا والعكس صحيح، وانت حاسس ان هي مايعه كده وما فيهاش نكهه، فيبقى انت هتزود الطحنه تبقى انعم، وهتحط ميه ساقعه، هتسيبها على النار لحد ما تتملى لحد نص الموكا بود، بعد كده تشيلها من على النار. حاجة أخيرة ناخد بالنا منها، ازاي نغسل الموكا بود. للأسف الموكا بود مهما بنغسلها بالمية والصابون، الصدى اللي جوه الموكا بود ما بيروحش. فأحسن طريقة إن أنت تغسل بيها الموكا بود تملاها مية لحد آخرها خالص، يعني بتعدي صمام الأمان عادي، وتحط عليها معلقتين خل ومعلقتين ليمون، وتسيبها منقوعة لمدة 2 ساعتين. وبعد كده بتفضل تنقص من المية وتفضيها لحد ما تبقى المية هنا تحت صمام الأمان، وكأنك هتعمل قهوة بالظبط، طبعا من غير ما تحط قهوة. تحطها على النار عادي، خلص بتغسلها بمية وصابون عادي، وإن شاء الله تكون نضفت. أنا كده خلصت. ممكن تشربها كده لوحدها، وممكن تحط عليها حليب. يا رب يكون الفيديو عجبكم وفادكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك عشان يجيلكم كل حاجة عن القهوة. باي باي.